ايه رأيك لو قلتلك ان اكبر مشكلة بيعاني منها جيلنا مش الاكتئاب ولا القلق ولا حتى الوحدة؟ المشكلة ممكن تكون اخطر من كده. المشكلة ان معظمنا بقى حاسس انه مش بينتمي لأي مكان. زمان كان عندك اصحاب قليلين بس كنت حاسس انك واحد منهم. دلوقتي ممكن يكون عندك معارف اكتر، ممكن يكون عندك آلاف المتابعين وعشرات الجروبات ومئات المحادثات، وفي آخر اليوم بتحس إن مفيش ولا شخص يعرفك بجد. عمرك دخلت وسط ناس ولقيت نفسك بتضحك وبتتكلم وبتتفاعل معاهم، لكن من جواك حاسس إنك غريب؟ حاسس إنك لابس شخصية مش شخصيتك الحقيقية؟ حاسس إنك طول الوقت بتحاول تكون مقبول من اللي حواليك؟ لو ده حاصل معاك فأنا عايز أقولك أنت مش لوحدك. احنا بقينا بنقضي ساعات طويلة جدا على السوشيال ميديا، لكن دقايق قليلة جدا في علاقات حقيقية وفيها تفاعل حقيقي. كل واحد بيعرض أفضل نسخة منه قدام الجميع، لدرجة إننا بقينا خايفين نوري أسوأ نسخة فينا لأي حد، فبنحاول نتجمل دايما، بنحاول نخفي حقيقة جوانا عن أي حد، بنحاول ما نبينش احنا مين بجد، احنا حاسين بإيه بجد، احنا شايفين الدنيا وشايفين الناس وبنطمح لإيه بجد. بس تعرف إيه المرعب فعلا؟ إنك مع الوقت بتنسى شخصيتك الحقيقية. بتفضل تغير في نفسك على حسب الشخص اللي قدامك، مع أصحابك بشخصية، في الشغل بشخصية، على الإنترنت بشخصية، وفي الآخر مش بتعرف أنت أنهي واحد فيهم. الإنسان عنده احتياج نفسي، احتياج نفسي أقوى بكتير من احتياجه للإعجاب. احتياج اسمه الانتماء، إنك تحس إن في مكان مش محتاج إنك تمثل فيه، إن في حد مش محتاج تشرح له نفسك كل مرة. وعلشان كده ناس كتير بتبقى وسط عيلتها وحاسة بالوحدة، وسط أصحابها وحاسة بالغربة، في علاقة لكن مش مرتاحة، لأن المشكلة عمرها ما كانت في عدد الناس اللي حواليك، المشكلة في عدد الناس اللي تقدر تكون نفسك بحقيقتها قدامهم. خليني أسألك سؤال، آخر مرة حكيت لحد عن اللي مضايقك بجد كانت إمتى؟ مش بوست، مش ستوري، مش ميم، كلام حقيقي. آخر مرة كانت إمتى؟ لأن أغلبنا لما بيتوجع مش بيتكلم، بيفتح تيك توك وبيحاول يهرب، بيشغل فيديو، بيسمع أغنية، بينزل يتمشى، أي حاجة إلا إنه يواجه اللي جواه. ومع الوقت الوحدة دي بتتحول لعادة، والقناع اللي انت حطيته بيتحول لشخصيتك. المفارقة إن أغلب الناس مش مستنية حد ينقذها، هي بس نفسها تحس إنها مفهومة، إن في شخص واحد بيسمعها من غير ما يحكم عليها. يمكن انت مش محتاج اصحاب اكتر او ناس اكتر حواليك، ولا متابعين اكتر، ولا اعجابات اكتر. يمكن انت محتاج مكان تقدر تكون فيه نفسك بدون خوف وبدون تمثيل. اعتقد ان اسوأ شعور في الدنيا مش انك تكون لوحدك. من وجهة نظري اللي ممكن تكون خاطئة طبعا، وعايزكم تشاركوني رأيكم في التعليقات، هو ان اسوأ شعور في الدنيا انك تكون وسط الناس كلها ومحدش يعرف انت مين فعلا، محدش عارف شخصيتك الحقيقية، انت نفسك مش عارف تكون نفسك بجد وسط الناس او قدام اي حد، مهما كانت درجة قرب الاشخاص اللي حواليك منك. بس انت فيك حتة كده مش عارف تظهرها، مش عارف تكون حقيقي، مش عارف تحس بنفسك قدام الاخرين. معرفش ايه الحل لعدم الشعور بالانتماء ده، ولكن يمكن يكون الفيديو ده اول دليل يقول لي ويقول لك ويقول لنا كلنا اننا مش لوحدنا اللي حاسين كده، وان المشكلة مش مشكلة شخصية ولكنها مشكلة جيل كامل، مشكلة نمط حياة اتغير، مشكلة واقع بيفرض علينا التعامل بأسلوب معين علشان نحافظ على حاجات معينة. بس في الآخر ممكن نكون عشان نحافظ على الحاجات دي بنخسر نفسنا، أو على الأقل جزء منها. شاركوني رأيكم في التعليقات.